السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في دقائق معدودة هتكلم على حاجة بسيطة كده سايرة الرأي العام اليومين دول، وهي الصرصار أو الكائن الغريب اللي طلع علينا من الكويت، ريم الشامري. في البداية عايز أكد إن الكويت كدولة وكشعب، إذا فرض أو نفع إن احنا نقول عليها دولة لصغر مساحتها والتعداد سكانها القليل جدا، فهي دولة شقيقة لهم، والمحترمين الكويت لهم كل الاحترام والتقدير منا. لكن انا هتكلم على الشخص ده، الشخصيه دي تحديدا. شفت لها فيديو في 8 دقائق طالعه مبهدلانا، مبهدله المصريين. احنا خدامين عندهم، احنا لسنا شركاء في الوطن، في وطنهم، يعني بيحكوا على وطنهم. الفاظ خارجه جدا. فزي ما عندنا هنا في مصر وتحديدا في الصعيد، السفاله يترد عليها بسفاله زيها. مبدئيا انتوا لو ينفع يتقال عليكم مواليد 6 الصبح يبقى صح كده، وممكن اقل من كده. انتوا مواليد 6 الصبح، احنا حضارة 7000 سنة، احنا قبور جدودنا ذهب. تمام. ثانيا احنا لا خدامين عندك ولا عند اللي خلفك ولا اللي جاب ابوك في جبانته خالص، احنا مش خدامين عند اي حد. ولو في شرف ولا كرامة في الدنيا دي المخلوق ولا الشعب، فما هيكونش أكرم ولا أشرف من المصريين على وجه الأرض. ده أمر مفروغ منه، ولا جدال ولا نقاش فيه، مع كامل الاحترام للجميع. تمام. احنا لحد يومنا هذا قبور جدودنا ذهب، قبور جدودنا ذهب. تمام. يا ريت تعرفينا مين جدودك انت. تمام. يا ريت تعرفينا تاريخ بلدك ايه. تمام. نرجع لسنة 57 وحملة الأطباء اللي بعتتها مصر عشان الجمل، لما كنتم موسخين ومجربين قبل ما يظهر عندكم البترول وقبل ما تتفضفضوا علينا. عايز أذكرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. ما تتفضفضيش زيادة. تمام. يوم 2 شهر 2 سنتين 100 هيخلصوا شوية البترول وهترجعوا زي الكلاب، زي ما كنتوا رعاة غنم. انتوا شوية حسالة. ولا أعمم الكلام، طبعا الكلام مش معمم على أهل الكويت كلهم، وإنما زي ما قلت في أول فيديو، السفالة والوقاحة ما ينفعش ترد عليها غير بنفس طريقتها. حتة عيلة متنية ابن الدارة، واضح ان في حد مصري حط عليها وظبطها من فوق ومن تحت، ويشكر والله العظيم سبب ما هي محروقه. بس اذا كان كيف الجو كده، يعني ايه السر؟ ايه السر انك انت تعمل ده كله؟ الراجل عمل اللي عليه وظبطك من تحت ومن فوق ومن على الجنب كمان. لازم تطلع تخيطي في المصريين كلهم يعني؟ طب شيلي يا ستي، خدي عندك من المصريين والفيديوهات اللي شيلتك وشيلت بلدك وفضحتك، واللي بالمناسبه الواحد مستغرب بيقول ان امها مصريه يعني. تمام. بذره واطيه، برضه بذره واطيه، واخد بالك؟ لان البذره مش بذره امك، بذره ابوكي. تمام. ده حاجه. المصريين اشرف من اللي جابك. احنا لو بنشتغل في الكويت ولا في الامارات ولا في السعوديه ولا في اي مكان خلقه ربنا، احنا بنأدي عمل نظير اجر. لا شغالين بنشحت منك ولا بنقول لك لله. بلدك احنا اللي بانيينها. تعليم اللي انت تعلمتيه انت وابوك وجدك، احنا اللي اساتذتنا المصريين هم اللي معلمينكم. اطبائنا المصريين هم اللي بيعالجوكم. انتوا شويه شوالح. مش معنى ان عندكم رغد في النعمه وشويه فلوس مصدعينكم يخليكم تتفضفضوا على الناس، تتفضفضوا على الشعوب، وتنسوا اصلكم الواطي. انتوا شويه رعاة غنم. انت هتروحوا فين؟ كويت ايه؟ كويت ايه دي؟ ده احنا ما نسيبش سواقين التكاتك عليكم لا يحتلوكم. ده انتوا زي ما بنقول في مصر هنا يعني آه، بتنوا نخله، زي ما بيقولوا نخله دكر ما تطرحش كمان. اخر حاجه نتوقعها في الدنيا ان حد زيك يتريق على المصريين. المصريين اشرف منك واشرف من اللي جابك واشرف من اللي خلفك واشرف من جدود جدود ابوكي اذا كان ليك جدود. انت اسفل واحقر من ان اي حد مصري يطلع يرد عليكي. لكن بما ان طلبت معاكي قذاره ووقاحه وعايزه تاخد الترند الشهري، وكرامتك وكرامه اهلك وكرامه اللي خلفوك وكرامه بلدك ملهاش ادنى اعتبار، لانك انت عارفه ان المصريين مش بيسكتوا وهيطلعوا يمسحوا بيك الارض وهيجيبوا لك تاريخك الاسود، زي النائبه صفاء الهاشم اللي قبلك واللي مسجله دعاره عندنا. تمام. ده كله موجود وتاريخك معروف وقصتك معروفه وانت حلقه جديده. على ذكر الحلقه يا اخوانا، اللي مركز ومتابع الاحداث في الفتره الاخيره يلاحظ ان ريم الشمري دي او الصرصار ده
دي حلقه جديده، يعني حلقه جديده. الحكايه في قبليها طلع اتكلم في نفس القصه. ايه سر الهجوم على الجاليه المصريه في الكويت؟ ايه سر الهجوم على الجاليه المصريه في كل الدول العربيه؟ ايه المقصود من ده؟ مين اللي بيدعم ده ومين اللي بيحرك ده؟ مين اللي عايز يخلي المصريين يطلعوا يشيطوا في الكويت كلهم، في الكويت ترد وتتوتر العلاقات وكذا وكذا وكذا؟ مين اللي عايز يعمل كده؟ ده شيء مش مفهوم. وتصرفات دي واللي قبليها واللي قبليها، واللي يرجع بالذاكره لورا قريب هنا يفتكر الحادثه للست المصريه اللي ضربوها، تمام، سوري في اللفظ، يعني ضربوها شويه ستات كويتيين. دي مش اول حلقه. ايه السر في كده؟ دي شيء مش مفهوم، شيء فيه تحسه شيء ممول. إيه مين اللي عايز يضرب الشعبين في بعض؟ كمل الاحترام والتقدير، مره تاني باكد على الكلام كامل. الاحترام والتقدير لاخواتنا واشقائنا في الكويت على راسنا من فوق، لكن انا بتكلم على الشخصيه دي تحديدا. انت مين ومين انت؟ والله بكسر الهاء، احنا في مصر ما شايفين حد معانا، والله ما شايفين اي حد معانا. وكمان حيوانه زيك انت بتعايرنا احنا، بتقول انتوا ما قادرينش على اثيوبيا. لا يا حبيبتي، احنا قادرين على اثيوبيا، ولما يجي وقت الجد ولما يجي ميعادها معانا هنضرب ابو السد، وهنكسر بوز اللي خلف اثيوبيا، زي ما نقدر نكسر بوز اللي جابك انت. هنكسر بوز اثيوبيا والسد ايه، بس احنا سايبين القصه تستوي. تمام. مصر دولة كبيرة وتصرفاتها محسوبة عليها، مش بالبساطة دي. تمام. نروح نضرب ونعمل امور ليها حسابات، لكن والله السد هنضربه وهنمسح باثيوبيا الارض. نرجع للقذارة وللسافلة اللي هي انت. طبعا المصريين اشرف منك، واشرف من اللي خلفك، واشرف من بلدك، واشرف من جدودك. الله ينعل ابوك لابو اللي خلفك، ده مبدئيا. ثانيا، انت او غيرك اخر ناس تتكلم على المصريين. واذا كان ربنا عزز العرب دلوقتي، مش عايز اعمم الكلام، يعني اذا كان عزيزكم ربنا بشويه بترول معفنين، مسيرهم يخلصوا وترجعوا للصحراء تاني وترجعوا للجمل بتاعكم تاني. تمام. وتعرفوا قيمه المصريين. مصر استقبلت الجاليه السوريه وهي في احلك الظروف وفي اسوأ الظروف الاقتصاديه عندنا احنا في مصر، ورحبنا باخواتنا واشقائنا اهل الشام السوريين، واللي هم على راسنا من فوق، لانهم محترمين. تمام. لكن رغد النعمه اللي انتوا فيها يوصلكم انكم تغلطوا في المصريين؟ لا، احنا والله ما شايفين حد معانا، وجزمتنا على رقبه اي حد. والشاطر واللي شايف نفسه ذكر واللي شايف نفسه جدع يورينا نفسه، يورينا جيشه، يورينا يقدر يعمل ايه. والجاليه المصريه موجوده غصب عن عين اللي خلف ابوك في جبانته. ورجلنا احنا المصريين فوق رقبه واحده لبوه زيك انت اخر حاجه ممكن في الدنيا احنا نفكر نعمل لها اعتبار. المصريين شرفاء، المصريين قادرين يحموا وطنهم. انا هديلك مثل صغير بس يا ننوس عين امك انت. تمام. يا اللي انا في تقدير الشخص يعني اظن ان انت ما تعرفيش مين ابوك يعني. ما تعرفيش مين ابوك، صح؟ اكيد يعني. تمام. لو بصيت في اي دولة عربية، ونضرب المثل مثلا بالعراق مع كامل الاحترام للشعب العراقي، تمام، لو قابلت مدرعة ولا دبابة ماشية في الطريق فهتحتاري فيها دي دبابة أمريكية ولا دبابة للأكراد ولا للشيعة ولا للسنة ولا للجيش العراقي الحر ولا. كذلك الأمر في بلدك اللي أنت مصدعة راس أبونا اللي هي بيتين ونخلة دي. تمام. لو معدية مدرعة ولا دبابة، يا ترى الدبابة دي هتقبل مين؟ للإيران ولا لأمريكا ولا هتقبل مين بالظبط؟ كذلك الأمر، ربنا يفك كرب إخواتنا السوريين يا رب، يا رب قادر يا كريم تفك كرب سوريا يا رب، وترجع سوريا معززة مكرمة زي ما كانت، ويرجع لها أهلها معززين مكرمين. لكن أنا بذكر سوريا تحديدا في المثل ليس إلا ويا رب يا رب يا رب سوريا ترجع زي ما كانت وأحسن وأفضل بإذن الله بإذن الله. لو قابلت دبابة ولا مدرعة في سوريا هتبقى عارفاها بتاعت تركيا ولا بتاعت الروس ولا الأمريكان، ولا هتحتار فيها. احنا في مصر يا روح القلب ويا نني العين انت، لما بنشوف مدرعه اوتوماتيك كده العقل بيترجمها مدرعه للجيش المصري، دبابه للجيش المصري. احنا اللي بنحمي بلادنا، مفيش قواعد امريكيه على ارضنا. ما تتحنطقيش وتقول اثيوبيا دي دورها جاي. تمام. تخليكي في بلدك وتخليكي في نفسك، وان شاء الله باذن الله زي ما بتبتروا على النعمه اللي عطاها لكم ربنا وتتبتروا بيها على اخواتكم واشقائكم، ان شاء الله باذن الله قادر ربنا يخلي النعمه دي تزول وتعرفوا تمامكم وتعرفوا اخركم. تمام. احنا في مصر بكررها لك مره واثنين وثلاثه، والله ما عادين حد معانا ولا شايفين حد معانا، ولا في حد في ملكوت ربنا الواسع ده يملى عيننا. وساعه الجد بيتعرف مين هو المصري.
اظن الرساله وصلت. تحط فرده صرمه قديمه زي ما بنقول عندنا في الصعيد كده في بوزك، ومش عايز اقول لك تحطها فين تاني، تمام، وتركني لك على جنب، ومالكيش دعوه بالمصريين ومالكيش دعوه بالجاليه المصريه، لان الجاليه المصريه والمصريين اشرف من اي حد في الدنيا دي، وتاريخنا يتكلم عنا، ولينا في يتقال في تاريخنا روايات وقصص، تمام. مش تاريخك 10 15 10 15 20 30 50 سنه بالكثير هتتفضفطينا يا حبيبتي. لولا جيش زي الجيش المصري كان زمانك انت وامك تمام، ان كانت مصريه ولا يهوديه ولا ان كانت ايا حرج دين ابوها ايه يعني، تمام، كان زمانك في احضان العراقيين. دولتك كلها على بعضها يروح النن انت يا قلبي، ماشي، الله قلبوا اللي خلفوك في جبانه ان شاء الله باذن الله. دولتك كلها على بعضها دي كانت محافظه تابعه للعراق، تمام. ولولا عيطتوا وافتكروا لما كنتوا لاجئين عندنا هنا، فقعد لكلامك، تمام، وقع في تمامك، وقع في اخرك ايه، وملكيش دعوه بالمصريين. احنا في المنطقه العربيه وفي الشرق الاوسط احنا اقدم حضاره في التاريخ، احنا جبور جدودنا ذهب، احنا عنكحته في الارض لحد دلوقتي بنطلع ذهب. جبور جدودنا ذهب، عرفونا انتوا مين وجدود ابوكم مين، دي اللي عايزين نقوله. فما تطلعناش واحده لبوه زيك متنيه، حد مصر كده شكله عيل راجل والله، اللي حط عليكي جامد ده وخلاكي طالعه محروقه. احنا خدامين يا بت الصرمه يا بت الرفضي، احنا خدامين الحد، احنا اشرف شعوب الارض وانظف شعوب الارض، وجزمنا على رقاب اي حد، ولا شايفين حد معانا ولا عادين حد معانا، ولا عاش ولا كان اللي يعايرنا باثيوبيا ولا اللي خلف اثيوبيا وكلاب اثيوبيا وسد اثيوبيا ده هنهده فوق راس اللي جابهم برضه. احنا مش خوالات، تمام. تعرفي تمامك، تمام، ان كانت عليكي حاجه حرجاكي ولا في حاجه تعباكي كتر الله من الجاليه المصريه عندك يريحوك، ورجالتنا احنا عارفينهم ومتاكدين منهم، وعارفينهم يقدروا يعملوا ايه. لكن ما تجيبيش سيره مصر تانية يا روح القلب، ماشي. في اخر الفيديو بس حابب اكد ان الكلام موجه للشخصيه دي بس، مش للشعب الكويتي كله، تمام. الكويت على راسنا من فوق، وكل محترمين الكويت على راسنا من فوق. يا رب تكون الرساله وصلت، وكفايه عليكي كده. السلام عليكم.